بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن هذه القصيدة مهداة مني محمد الحافظ الأحمد إلى الشيخ الفخامة الولي الصالح والعالم العامل حفظه الله ورعاه، الشيخ الفخامة إلى الشيخ الفخامة بن الشيخ الحكمة بن الشيخ سيدية، وهي بعنوان مجدد الدين. إلى القطر أب يا شيخ يا بهجة القطر، ويا صيب الغيث المرب من القطر، قد اشتاقك البحر المحيط وموجه، وأرجاء صحراء لها كنت كالعطر، سفرت بسنغال لنا وبجنبيا، فكنت بها كالعيد للناس والفطر، وشددت للإسلام في القوم فطرة رعاها كمال الدين في البدو والمصري، وبث تعاليم الحنيفة بينهم، ومن فك عنهم سره واضع الإصر. فعد إلينا يا فخامة، إنه بجاهك هذا القطر مستفتح النصر، وإنك مذ سافرت عنا فإننا نكاد نصلي الفرض بالجمع والقصر، وإن لنا حظا من الشيخ وافرا، فلا زال ذا عز ولا زال ذا وفر، ولا زال بيت الشيخ مثوى عصائب، كأنهم الحجاج في ليلة النفر، ويكفل من شتى الأنام عمائرا، ويعمر سبروت المهامه في القفر، ويا أيها البدر الذي زين السماء، عليك سلام الله يا طلعة البدر، وتذكرة الغوث الكمال وسيبه، ويا فرحة العيدين يا ليلة القدر، ويا رقصة الأفراح يا بسمة المنى، ويا حاتما في الجود يا عالي القدر، ويا نسمة الروض الذي افتر زهره، وسدرة معراج التقى أقدس السدر، ويا أيها الشيخ الفخامة ذو النهى، ويا منبع الإحسان يا مشرع النهر، ويا بحر جود يقذف الدر موجه، وفي العزمات العصم يا همة الدهر، وفي الحلم عند القدرة الجبل الذي يزاحم منه المنكبان ذرى النسر، وخير مراعي للعبادة فجره، وعند دلوك الشمس والليل إذ يسري، ويا منسي الشم البرامك في الندى، وفائق أسد الغيل في البأس والقهر، ويا سجسج الظل الذي طاب للورى، وشمس الهدى رأد الضحى ولد الظهر، وملتف أعياص الخضارمة الذرى بني الشيخ سيدي يسر القانت البري، لهم خار رب العرش من كل معشر نضار لباب اللب من خالص التبر، من الصيد ابن الشيخ سيدي محمد قريع السرات الأولي العالم الحبري، وأنصاء آل الله معلمة الهدى، حماة ثغور الشرع في البحر والبر، ويا مستفيض الأريحية والسخاء، ويا عائل المسكين يا هازم الفقر، جلوت لكم يا شيخ عقر قصائدي هديا لغوث الأمة العالم المقري، سبقت رجال القطر في حلبة العلا كسبق الطمر الصافن السابق المهري، فكنت المجلي ثانيا من عنانه، وقد أيقن المعيون بالعجز والبهر، فلا زلت مأوى كل طالب حاجة، ولا زلت أهل الحمد في الناس والشكر، ولا زلت مذكورا بكل فضيلة، ولا زلت تقف الأمر من سور الذكر، ولا زلت ملحوظا بعين عناية، وتكفى شرور الحاسدين ذوي المكر، وفي معلوات الأمر فكرك دائب، وفي شأن مرضاة العلي سابح الفكر، بجاه رسول الله سيد خلقه عليه صلاة الله في السر والجهر، والسلام عليكم.